في الفيديو اللي فات اتكلمنا على نبذة سريعة كده عن ايه هو جوجل لوكر ستوديو. طيب قلنا المرة اللي فاتت ان انا اقدر ان انا استخدم الفري تمبلتس اللي هو بيقدمها وهي بتكون جاهزة عشان اربطها بالداتا سورس اللي هو عامل عليها التمبلت زي جوجل اناليتيكال، جوجل ادز. في تمبلتس تانية لفاير بيز والحاجات اللي بيحتاجها الديجيتال ماركتنج. داتا ممكن تكون جاهزة، ما يكونش ليها داتا سورس، بس هي تقدر ان انت تربطها بالداتا سورس بتاعتك سواء اكسل شيت او غيره، وتستخدم التمبلت الجاهزه اللي هو ايه موفرها وهكذا. وطبعا التمبلتس ايه كتيره اللي موجوده عنده حسب الكاتيجوري، حاجات لجوجل، حاجات ليوتيوب، تمبلتس جاهزه لجوجل شيت وهكذا. يعني تمبلتس حسب الداتا سورس، يعني في تمبلت جاهزه لو الداتا سورس بتاعتك اكسل، لو الداتا سورس بتاعتك بيج كويري. وده طبعا يعني اهم ميزه بيوفرها لوكال ستوديو، انه بيبقى ان هو يقدر يتربط ببيج كويري. فانت لو الداتا بتاعتك الداتا وير هاوس بتاعتك على بيج كويري، فانت كده معاك فيتشرز كويسه جدا وغيره. طيب ندخل بقى، احنا عايزين نتعرف على التفاصيل الاوبشنز اللي بيوفرها من جوه. طيب احنا المفروض بنعمل ايه؟ انا مثلا ما دام التقرير انا ليا اكسس، او انا اللي عاملاه فروم سكراتش ايا كان، فبدخل على ايكون الايديت، فانا كده جوه الموديفيكيشن فيو. تمام. خلينا نتعرف على القوائم الاساسيه والتابس اللي بتكون موجوده، بعد كده نبدا نتكلم على كل حاجه بنستخدمها امتى. طيب اول حاجه انا بيبقى عندي مجموعه منيوز هنا. فايل، ان انا اقدر ان انا اطلب ان اعمل شير لحد، احدد مين اللي ليه الاثوريتي المعينه. سيم اند لاي اوت، ده عشان اقدر ان انا اتحكم في شكل السيم بشكل عام. لو انا عايزه ادي انطباع الوان معينه كده، بدل ما انا اللي احدد الهيدر يبقى لونه ايه، الباك جراوند ايه، لا انا مثلا هختار سيم كده بمجموعه الوان، خلاص هي دي اللي هستخدمها، او يتظبط عليها اي فيجوالز واي تيبل واي هيدر بستخدمه. او ان انا ده كده في حاله ان استخدم سيم جاهز. وبرده ده هنتكلم عنه لما نيجي نعمل تقرير فروم سكراتش. برضو في التابة بتاعة السيم بيبدأ يقولك المواصفات أو مقاسات الداشبورد، إن هي تبقى responsive تشتغل مع أي فيو من تابلت، من لابتوب أو ديسكتوب، من موبايل. وتفاصيل برضو دي هنتكلم عليها في الآخر لما نيجي في البداية لما نيجي نعمل أحجام الداشبورد، وفي الآخر برضو عشان نتأكد إن هي responsive مع أي حد هيستخدمها. برضو دي من الحاجات اللي بيوفرها السيم في تابة فايل. ريبورت سيتنج، لو انا عايزه احدد اوبشنز معينه للريبورت بيبقى جواه داتا سورس والفلترز. الفيرجن هيستوري، ان هو بيوري لك التعديلات، اخر تعديلات تمت. لو انت وحد او انت وتيم شغالين على الداشبورد، كل حد فيكم بيعمل مهمه معينه او بيعدل تعديل معين، فنبقى شايفين اخر فيرجن كانت عندنا الببلشنج سيتنج عشان ننشرها وتبقى بابليك للكل. لو انا عايزه اعمل ريبورت جديد، لو انا الريبورت ده بكل التقسيمه بتاعته عايزه اعمل منه كوبي عشان هربطه بداتا تانية عشان اعمله. يعني مثلا انا عملت مواصفات للريبورت ده بتقسيمه وبديزاين معين لتيم المبيعات، فعايزه اعمل نسخه تانية عشان اعمله تيم الاتش ار. فبدل ما ابني التيم الاتش ار ريبورت فروم سكراتش وانا عايزه كلهم يبقوا شغالين بمواصفات وتمبلت واحده، فممكن اخده كوبي وساعتها برضو اغير الداتا سورس واشتغل على طول. ممكن في الاخر ان انا عملت فلتر لحاجه معينه وشفت الارقام بتاعتها، فعايزه اخد كابتشر كده، اخدها بي دي اف. انا مش عايزه ابعت لحد اللينك ويتفاعل هو مع الداشبورد ويفلتر عشان ما يغيرش حاجه معينه، لا انا عايزاه اوري له اخر لقطه من الارقام اللي عندي، بدل ما ابعت له اللينك فهو ما يبقاش فاهم يغير الفلترنج فيشوف فتره غير الفتره اللي انا عايزاه ابص عليها. فلا انا ممكن من فايل اخليه بي دي اف. طيب embedded report دي، لو انا عايزه الريبورت ده اخليه كده ظاهر عندي. لو انا عندي ويب سايت بتاعي وعايزه يبقى ظاهر فيه جزء من الانسايتس الريبورت بيقولها لي، فدي حاجه اسمها embedded report. تاني تابة الايديتنج، ودي تابة بسيطة خالص بتتكلم لو انا خدت فيجوال كوبي وعايزه اعمله بيست او كده، فده بس اللي هي بتوفره. تابة الفيو، وهي بتتكلم تظهر لك تظهر لك مثلا تقسيمة شكل التقسيمة، هي تظهر لك زي كده مثلا ما بيظهر جريد كده شبه مربعات عشان ابقى عارفة المقاسات اللي انا برمي فيها الفيجوالز وهكذا.
يعني مثلا انا كده لما شلت كده، انا شايفين النقط دي كده عشان اعرف انا لما بسحب حاجة بسحب شكل واضيفه، فانا عارفة ان انا بحطه في محاذاة ايه، يعني ابقى شايفة ايه التفاصيل والابعاد بالظبط يعني، او ان انا ايه بشيلها يعني خالص. طيب فهي ايه مجرد بس فيو، ان هي بس بتخليني ايه اعرف اتحكم وانا شغالة، يكبر لي العرض يصغره وهكذا، الزومينج يعني مش اكتر. فدي بس عشان تريحني وانا شغالة، لكن هي ما بتعمليش اي اضافة من عندها، مجرد بس ان انا ايه برتاح كده وانا مكبرة الشكل مصغراه، عايزة ابص على الشكل من بعيد، لا عايزة ارجع تاني اقربه عشان اعرف اشتغل عليه بوضوح وايه وهكذا يعني. تمام. طيب خلينا نرجع كده تاني من الزوم ونعمله زوم 100%. طيب دي كده كانت ايه الفيو. اما الانسيرت فدي بقى الشغل بقى الاساسي بتاعنا، ان هو انا عايزه انسيرت تشارت تعملي تايم سيريز اناليسيس، ترند اناليسيس كده، عايزه تشارت فيرتيكال الكولومز، التشارت الفيرتيكال، عايزه هيستوجرام، عايزه باي تشارت عشان اشوف توزيعة الارقام والنسب، عايزه ماب تشارت. كل انواع الانسيرت موجوده، عباره عن ان هو بيبدا لك يقول لك كل التشارتس اللي عنده، بعد كده من اول هنا هيبدا يقول لك انواع الدروب ليست والفلترز، زراير الفلتر والدروب داون ليست اللي انت هتبقى محتاجها، زي الفيديو تايتل دي دروب داون ليست، لما اضغط عليها هتقول لي كل الفيديوهات اللي عندي. لو عايزه فلتر الداشبورد دي كلها ان هي تبص على بيانات فيديو معين بس، فده اسمه دروب داون ليست. برضو ده موجود في قائمة شورت، وليه قائمة تانية بجيب منها الشورتس، وقائمة تانية بقدر اجيب منها برضو البوتونز دي، او بيتقال عليها الكنترول، اللي انا بتحكم فيها ايه في الداتا، تشيك ليست وهكذا، او تكست انبوت بوكس مثلا اكتب فيه حاجة معينة، ادفانسد فلتر وهكذا. طيب عندي برضو مجموعة الديت رينج دي بقى، لو انا عايزة اعمل ديت رينج، استخدم ديت رينج زي الديت رينج اللي موجود دوت، فده برضو بجيبه من insert وبجيبه برضو من مكان تاني. بعد كده لو انا عايزة احط embedded URL يبقى ظاهر كده معايا، لا عايزة تكست اكتب فيه عناوين شبه العناوين المكتوبة، عايزة اضيف image، عايزة اضيف shapes معينة محتاجها مثلا في طريقة العرض، وهكذا. عايزة اعمل insert البيج جديدة، يعني انا التقرير بتاعي مش بيج واحدة، ده انا ممكن اخلي التقرير بتاعي فيه مجموعة بيجز، كل بيج بتقدم لي سيكشن معين من التقرير، مثلا بتعرض لي حاجة معينة وهكذا. فده كده موجود ايه في قائمة insert. قائمة بيج هي دي برضه اقدر اعمل منها نيو بيج، لو ضغطت كده عليها هيعمل نيو بيج فروم سكراتش، ويقدر وبعد كده هتظهر لي زي ما انتم شايفين كده، ما كانتش موجودة الاول عشان تخليني اسويتش بين بيج 1 وبيج 2. تمام. طيب انا بيج 2 اللي انا ضفتها دي مش عايزاها، من قائمة بيج برضو اقدر ادخل واقول له delete بيج، بس انا خلينا الافضل ندخل من هنا نقول له delete بيج، فهو راح مسح بيج 2 وهيسيب لي بيج 1. اقدر ان انا اقول له البيج دي خليها duplicated، فيبقى انا تقرير واحد عندي فيه 2 بيجز، بس بدل ما البيج التانية كانت بلانك زي ما انتوا شفتوها هبنيها فروم سكراتش، لا اخد لي البيج دي كوبي بيست كده وخليها جوه التقرير، فيبقى عندي 2 بيجز، والبيج التانية دي هغير فيها شوية حاجات فهتبقى مختلفة عن البيج الاولانية، بس سرعت الوقت اللي انا ببني فيه التقرير. او لو عايزة current page setting عشان اقدر اعمل شوية تعديلات معينة، فبرضو ده من ايه من بيج. هنا جزء الارينج ده اللي هو اللي انا بعمل الاين بين الايتمز اللي موجوده عندي، عايزاهم كلهم يبقوا على محاذاه معينه، عايزاهم يبقوا جنب بعض من مسافات متساويه. التعديلات اللي شبه دي للشيبس وللايتمز دي بتتعمل من ارينج. الريسورس ودي بقى مسؤوله عن الداتا سورس لما هنيجي نربطها. تمام. ازاي لو ضغطت على manage add data source بيفتح لي كده الويندو، بيقول لي ان انا هنا عندي الداتا سورس اللي موجوده هم 2 داتا سورس. تمام. الداتا سورس بتاعتي ودي داتا سورس ديمو هو حاططها لي. عادي اقدر امسح اي واحده فيهم، اقدر اعدل اي واحده فيهم، اقدر اعمل دوبليكيت لكذا داتا سورس، وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نيجي نتكلم على الداتا سورس. بس يعني لو انا عايزه اوصل للداتا سورس سيتنج عادي هجيبها من الريسورس. وطبعا خلاص دي في الاخر قائمة الهيلب. طيب المنيوز اللي انا وريتها لكم فوق بالتفاصيل بتاعتها هي جواها ايه او بتعمل ايه، فيها حاجات متكررة في
في الجزء في السكشن اللي بعديها اللي هو السكشن ده اللي انا واقفه عنده. زي ايه؟ زي مثلا ان انا الزوم اللي انا رحت عملته من قائمه فيو انا اقدر اعمله من هنا. تمام، اقدر اعمله من هنا بدل ما ادخل من قائمه فيو. لما من قائمه insert وقائمه بيج عملت نيو بيج، انا اقدر اعملها بضغطه زر على كليك كده، على بضغطة كليك كده على الاد بيج، انا قدرت خلاص اكاري بيج جديدة. الداتا سورس انا اقدر بمجرد ما اضغط عليها يتفتح لي ان انا اضيف داتا سورس بدل ما ادخل على الريسورس. بلندد دي خلينا برضو دي هنبقى نقولها قدام عشان ما نتلخبطش بس في المهمة بتاعتها. edit chart لو ضغطت عليها هشوف كل انواع التشارت اللي كانت قائمة insert بتقولي عليها، بس طبعا بشكل بقى ايه اوضح بكتير. هنا بقت بيطلعلي كل التشارتس، بس هي البوتون ده او المنيو دي بتوريني كل التشارتس بس اللي موجودة سوري، بتوريني كل التشارتس بس ايه المتاحة عندها واللي موجودة من تيبلز الباي تشارت الفيرتيكال والهوريزونتال تشارت وغيره وترند تشارت. وكمان فيها حاجة اسمها سكور كارد، دي بتبقى كاردز زي اللي انتوا شايفينها دي عشان انا هبين فيها ميجر معينة، عايزة ابين فيها رقم بس، انا لا عايزة تشارت ولا عايزة جدول ولا عايزة ترند، انا عايزة بس اقول ان انا بقى عندي عدد سبسكرايب معين، عندي عدد لايكس معين، فدي اسمها سكور كارد. تمام، وليها 3 انواع وهنتكلم ايه عنهم يعني. فده كده ايه من قائمة التشارت هنا بنقدر نشوف كل حاجة كانت الانسرت بتقول لنا عليها. طيب لو ضغطنا على دي community visualizations بتخلينا ان احنا ممكن نوصل لانواع تشارتس تانية مش متوفرة في الاديت شارت اللي موجودة باي ديفولت. ممكن يكون منها حاجات بشكل ليميتد، حاجات بفلوس، حاجات فور فري، فدي ممكن ايه تستكشفوها عادي، ولكن انتوا كل اللي محتاجينه كبداية موجود covered يعني في الجزء ده. اد كنترول لما كنا بنتكلم على الدروب داون ليست والانبوت بوكس والادفانسد فلتر وتحت انواع الفلترز للديت والداتا اللي احنا ممكن نعملها والزراير اللي ممكن نستخدمها. ممكن اعمل زرار ينقلني من بيج للتانية لو انا عايزه بقى الموضوع يكون دايناميك وفيه فيتشرز كده وحركات يعني، فده بعمله من تابة الاد كنترول. طيب ايه تاني؟ اقدر اعمل تكست بوكس اللي هي الداتا اللي برضو كانت موجوده في الانسيرت تحت في الشيبس وفي اللاي اوت وفي الجزء ده والتكست بوكس لا والايمج واد لاين، الثلاث حاجات اهم دولت يعني اليو ار ال والتكست بوكس والايمج وكل دول موجودين هنا برضو باي ديفولت، الاربعه هم جنب بعض. لو ضغطت على 3 دوتس هقدر الاقي البوتون الخاص بالشيبس، فاقدر برضو اضيف شيبس على طول. فكل اللي بتقوله لي قائمه انسيرت موجود في البار اللي موجود قدامكم ده. كمان انا اقدر ادخل على السيم اند لاي اوت اللي كانت موجوده في قائمه السيم اند لاي اوت في الفايل، كانت موجود سيم اند لاي اوت، انا اقدر برضو من 3 دوتس اجيب اوصل لها من هنا. طيب باس ابديت ده يعني ايه؟ انت دلوقتي لو شغال وعملت التقرير وطلعت اول فيرجن للشركه عندك وداخل بقى تعدل شويه حاجات عندك عشان في التقرير طلبت منك فعايز تعدلها عشان تقول لهم خلاص التقرير بقى ابديتد بايه بالفيرجن الجديده او بالتعديلات الجديده. طول ما انت شغال وبتعدل هم عندهم لو شغالين باللينك اللايف هيبقوا شايفين التعديلات دي. فنفترض بقى ان انت بتشيل كارد، بتحط كارد، بتعمل حاجه معينه تمام، فانت هنا خلينا نقول ان انت اي تعديلات انت بتعملها هما مش شايفينها. يعني مثلا مسحت ده عشان هتحتاج تعمل تعديل معين وترجع تعمله من جديد، فانت في الوقت اللي انت مسحته فيه هو باظ عندهم او حصلت فيه مشكله عندهم كده بقى ظاهر لهم ان هو اتمسح. فالافضل ايه؟ الافضل ان انت يا تعمل التعديلات دي في وقت بره مواعيد العمل عشان ما حدش يتلخبط او تحصل مشكله وهما بيتابعوا الارقام، يا اما ان انت توقف الابديت تمام عشان تقدر ان انت تخلص التعديلات وترجع لها ايه تاني. طيب كده احنا اتكلمنا على المنيوز اللي فوق، كل منيو بتوصل لي ايه معلومه ايه. البار اللي تحت هو صوره واضحه اكتر للي موجوده جوه المنيوز، بحيث ان انت لو محتاج تشورتس انت قدامك على طول في بوتون بيقولك اديت شورت بيساعدك على طول تاخد الاكشن، مش هتبدا تعرف طب هو ممكن يكون الاديت شورت ده موجود فين، في الانسيرت ولا في الايديت ولا في الفيو، فبيسهل عليك ايه انك تدور يعني. طيب اي حاجه انت الجزء بقى اللي هو من جنب هنا اي حاجه انت بتقف عليها بتبدا تظهر السيتنج بتاعتها، بتتفتح السيتنج بتاعتها في البار عندك.
فمثلا الكارد ده مثلا انا عملت دبل كليك عليه عشان ابقى انا واقفه على الكارد نفسه مش على، يعني كده معمول جروب اخد التكست بوكس اللي هو بيقول ان ده العنوان بتاعه كومنت واخد الكارد، فانا بعمل دبل كليك كده عشان لا انا عايزه الكارد نفسه بس ابقى سيلكتد عليه واشوف السيتنج بتاعته. فاول ما بضغط عليه بيتفتح لي هو قاري من انهي داتا سورس، هو عبارة عن ايه، هو دايمنشن ولا ماتريك، والماتريك يعني ده قياس، ده بيقيس الكومنتات. مش دايمنشن ان انا اقول مثلا ان انا عندي دايمنشن بيقول لي فيديو تايتل، الفيديو تايتل دي دايمنشن، الفيو ده الماتريك اللي بيقول لي الدايمنشن ده جاب كام فيو للفيديو الواحد اللي جواه وهكذا. ده الفرق بين الدايمنشن والماتريك. فهو بيقولك ده نوعه ماتريك. والماتريك اللي هو اخده ماتريك موجود باي ديفولت اسمه فيديو كومنت ادد. فاللي حصل ان ده ماتريك متسجل فيه عدد الكومنتات اللي حصلت، واخد شايفين كلمة sum دي اللي موجودة، فهو اخد aggregation type of aggregation sum، يعني هو هيجمع كل الكومنتات ويقولك التوتال بتاع كل الكومنتات اللي عندك على كل الفيديوهات كذا في الفترة اللي انت فيها. كل ما بتغير الفترة بيعمل عملية السم على قد الفترة وعلى قد الفلتر اللي انت اخترته. طيب فباختصار انت لما بتقف على الكارد بيتفتح لك ايه التشارت تايب، بيبقى ظاهر عندك السيت اب بتاع الكارد او الفيجوال او الحاجه اللي انت العنصر اللي انت واقف عليه، بيتقال لك هو قاري من انهي داتا سورس، نوعه ايه الماتريك اللي هو اخده، ولو دايمنشن فهو اخد برضو دايمنشن ايه، فيديو تايتل ولا تشانل نيم ولا ايه. ولو انت عايز تعمل له فلتر على حاجه معينه ما يظهرش غير بيها تقدر تحددها. لو عايزه ان هو يبقى اوتو شغال مع الديت فلتر اللي فوق تمام، عايزه لا هو يبقى مظبوط على حاجه معينه، مهما غيرت انت الفلتر اللي عندك هو شايف من اول الفتره لاخرها براحتك وهكذا. فدي ايه السيتنج اللي هو ايه بيبقى مسؤوله عن الكارد ده اللي هي في السيت اب. في سيكشن تاني جوه السيت اب اللي احنا واقفين فيه اسمه ستايل، لو وقفت عليه يبدا بقى يقول لك طب انت عايز تظهر التايتل بتاعه، فانا بنشوف ان هي شكلها مش حلو فبنلغيها وبنعمل احنا تايتل ايه من فوق. تمام، خلينا برضو لو عايزين، لو احنا ضيعنا شكل الستايل او كده ممكن نعمل اندو من هنا فيرجعنا ايه للوضع اللي احنا ايه كنا فيه. ممكن تمام، هو كده مثلا الفونت ايه اتغير لما انا شلت الشو تايتل ورجعته تاني. ارجعه تاني ازاي؟ ممكن انزل هنا اوصل عند الليبل فونت سايز، ممكن اخليه، ممكن اشوف انا الفونت سايز اللي هنا كنت مختاره قد ايه، كانت اوتو اوكي. كده انا رجعناها تاني اوتو، فهو خد ايه ستايل جاهز او الفونت سايز ايه الجاهز بتاعه. اقدر ان انا اعمل من الستايل للكارد ده اعمل conditional formatting. يعني ايه؟ يعني لو عدد الكومنتس عدى 100 غير لونه من اسود لاخضر، لو عدد الكومنتس اقل من 50 خليه باللون الاحمر. ده لو انا عايزه ادي ايه مؤشرات بقى معينه او كده، يعني تفاصيل تخلي ايه التقرير ليه قيمه اكتر وليه معنى في الارقام اللي ايه اللي بيظهرها. مثلا لو التقرير مثلا لو الرقم سوري اللي بيبقى موجود في الكارد ديسيمال فانا عايزه اقربه لاقرب رقم عشري وهكذا. لو التقرير ده لو الرقم ده سوري بيطلع هيظهر بلانك نتيجة ان الفيديو ده ما جابش حاجة، فممكن اسيبه يطلع الهيئة بتاعته ويقول لي نو داتا، او ان انا ممكن اقول له لا اكتب مكانها نل، او لا سيبها احط مكانها شرط، احط مكانها زيرو، احط مكانها بلانك. تمام، دي ايه شوية حاجات في الفورماتينج. المحاذاة مثلا خليها على اليمين ولا على الشمال ولا في النص. الفراغات بقى والهوامش اللي موجودة جوه الكارد. تمام، لون الباك جراوند انا مخليها مفيش نون يعني، او مفيش لون موجود في الباك جراوند. ممكن لا احط لون معين، ممكن اعمل زي كده ان الداتا يبقى فيها بلورر كده او يعني فيها غيامة شوية. ممكن اعمل بوردر، لان كده زي ما انتم شايفين الكارد مفهوش اي بوردر مفهوش اي اطارات، فممكن احط اطارات من الستايل لما اقف على الكارد وافتح ستايل واعمل كل ايه
الفورماتنج دي. تمام. ممكن اعمل هوفر او زي ان هو لما اجي اقف كده يعني يبقى ظاهر ايه ليه يعني كاني واقفه عليه، يعني يبان ان هو كليكابل يعني. ممكن اخد في الاخر يعني في الاخر اعمل ريسيت ان هو يرجع للسيم بتاع ايه الريبورت وياخد الستايل بتاع الريبورت. فدي كده اول حاجه اللي هي بروبرتيز، لما بقف عليها بتفتح لي للكارد او للفيجوال سيت اب وبتفتح لي ستايل وبتخليني ان انا اتحكم في السيت اب بتاعه بخصوص الداتا سورس، هو قاري منين، بيقرا ماتريك ولا بيقرا دايمنشن، وبيتفلتر على ديت معين او بيتفلتر على حاجه معينه. وتاني حاجه الستايل ان انا احدد شكل الفورماتنج بتاعه وكونديشنال فورمات وغيره. طيب ده كده ايه اول بانل من الثري بانلز اللي موجوده ايه عندنا. طيب ايه تاني بانل موجود، وده البانل الاساسي اللي المفروض نبص عليه. احنا ممكن يعني نقف على البروبرتيز نلغيها كده عشان نبقى شايفين بانل واحده. بانل بتاع الداتا ده لما بنقف عليه كده هو بيقول لنا دي الداتا سورس اللي انت رابط بيها التقرير، يوتيوب اناليتكس، ودي كل حاجه موجوده جوه اليوتيوب تشانل بتاعتك متاح ان انت ايه تقراها من التشانل، سواء متاح الميجرز عدد الكليكس او انواع الكليكس الموجوده او الكانتري كود البلد اللي الناس بتتابعك منها، ولا الديت اللي عندك وتقسيمته بالديت تايم، يوزر اي دي والفيديو اي دي، دي حاجات بقى ايه دايمنشنز. ممكن الناس مثلا دي دايمنشن هو is subscribed ولا مش subscribed، يعني مشترك ولا مش مشترك اللي بيتابعك. لو انت عايز تعرف عدد المشتركين وغير المشتركين فدي هتقدر ايه تقولها لك ان الفيوز اللي عندك قد ايه مشتركين وقد ايه مش مشتركين. تمام. حاجات ليها علاقة بالبلاي ليست فيديوز ادد او قد ايه بلاي ليست فيديوز ريموفد وهكذا. برضو حاجات ليها علاقة بالبلد، اليو اس اي كود. بعد كده عندك ماتريكس بقى، يعني دي يوزر سبسكريبشن ادد، ان هي بتعدلك عدد اليوزر سبسكريبشن، بتقولك التوتال يوزر سبسكريبشن. دي بتقولك التوتال يوزر كومنتس قد ايه، دي التوتال يوزر ريموفد او اللي هم الناس اللي كانوا عاملين سبسكريبشن ومسحوا السبسكريبشن. والفيديو كومنتس بشكل عام يعني بدأ ينزل بقى على ليفل الفيديو كومنتس، يعني عدد اليوزر كومنتس ادد، يعني لو شخص عمل لك 5 كومنتات فهو في الاخر شخص. اما الفيديو كومنتس الشخص اللي عمل 5 كومنتات يعني انت عندك 5 كومنتات. تمام. والفيديو ديسلايك والفيديو ديسلايك ريموف، لو حد عمل ديسلايك وبعد كده رجع تاني شالها. والفيديو لايكس والفيديو لينس والتفاصيل ايه اللي زي دي. الفيديو تايتل ده كده دايمنشن، الفيوز دي ماتريك وهكذا. فمهم ان انت دي كده الداتا سورس بتاعتك، وهنا كل الكولومز الموجودة والمتاحة عندك في الداتا سورس بتاعتك بقت موجودة عندك هنا. لما بتقف على داتا بيبقى متاح عندك ان انت يعني خلينا ما نبقاش عاملين سيلكت على حاجة معينة، بيبقى متاح عندك ان انت تضيف اكتر من داتا سورس عادي في التقرير الواحد. ممكن يبقى عندك يوتيوب وجوجل اناليتكس وجوجل ادز، لو رابط فيسبوك ادز او اي او فيسبوك بروفايل، لو انت رابط اكسل شيت مع كل الداتا دي وعندك كمان اكسل شيت تقدر تربط كل ده من الداتا. لو ضغطت عليه كده هيتفتح لك الويندو دي فيها الداتا سورس، وحابه ان اتكلم عليها في فيديو منفصل، بس دي فيها كل انواع الداتا سورس اللي جوجل لوكر ستوديو متاح ان هو يربطها عشان يشغل لك التقرير. لو شغال بوست جريد اس كيو ال، ماي اس كيو ال، لو شغال يوتيوب، لو شغال بيج كويري، لو شغال اكسل سواء مايكروسوفت او جوجل شيت، فهو حاطط لك فرايتي كتيره جدا تقدر تربط بيها الداتا بتاعتك. ودي ميزه كويسه جدا 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 من مميزات لوكر ستوديو اللي بتخليك ان انت تشتغل باقل كوست ممكنه يعني. وهنا ماي داتا سورس دي فيها الداتا سورس اللي انت جربت واشتغلت فيها قبل كده، بيبقى حاططها لك، يعني بيقول لك انت كنت شغال بالحاجات دي قبل كده وكنت رابط بيها جوجل لوكر ستوديو. والاد داتا اللي احنا جبناها من بانل الداتا بالشكل ده برضو هي موجودة هنا في الاد داتا، فانت قادر توصل للاد داتا بكذا واي عندك. تمام. البانل الأخيرة خلينا نقفل دي ونفتح
وهي الاد فلتر، هي اتفتحت في السكشن اللي تحت هنا. دي ان انت عايز الريبورت بشكل عام يبقى معمول له فلتر على حاجة معينة، ممكن يكون على بلد معينة او غيره، فانت بشكل هاي ليفل كده بتعمل الفلتر بتاعك يعني على مستوى التقرير كله. طيب فاضل ايه تاني عشان يبقى خلصنا الجزء ده؟ ريسيت، ان انا بقى برجع لاي سيلكشنز وحاجات كنت عاملاها قبل كده. شير، لو انا خلصت التقرير فاقدر ان انا انفايت بيبول عشان الناس معايا يا اما تتفرج بس وملهاش اي صلاحيات تانية غير ان هي تتفرج، فما تقدرش لا تعدل ولا تشوف الداتا سورس ولا تشوف اي حاجه غير شكل التقرير الخارجي اللي قدامها، يا اما بديها صلاحيات التعديل او ان هي تمتلك التقرير يعني، بس تقريبا اللي بيكون موجود التعديل بس. ممكن اعمل سكادجول ديليفري، ده عشان عايزه اعمل ان التقرير يجي للمدير كل يوم الساعه 10، افكره ان هو يقرا التقرير او يشوف التفاصيل اللي احنا الابديتس الجديده اللي عندنا، او حتى لو بشكل اسبوعي. جيت ريبورت لينك، انا لو عايزه اخد اللينك بتاع الريبورت او عايزه اعمل له امبيدد ريبورت في ويب سايت او في حاجه تانية عندي يعني، فيبقى ظاهر الانسايتس دي جوه الويب سايت بتاعي، او ان انا اعمل داونلود از بي دي اف. دي الاوبشنز الموجوده في الفيو، ان انا ارجع اشوفه على شكل الفيو من غير ما ابقى داخله جوه الايديت. ال3 دوتس ان انا اعمل ريفرش ساعات لو انا بقرا الداتا من يوتيوب، من اي حاجه من مهمه يعني، من داتا سورس بيحصل فيها ابديتس كل شويه حتى لو اكسل شيت، فبعمل ريفرش كده عشان لو انا عملت حاجه في الاكسل شيت او حاجه جديده سمعت في اليوتيوب او في اي داتا سورس وما لقيتهاش عملت ابديتد، فبعمل ريفرش كده عشان الموضوع يتسرع يعني. واوبشن ان انا اعمل ريبورت بقى كوبي للريبورت دوت عشان اشتغل بيه، ودي تفاصيل عن الريبورت، مين اللي بيمتلكه، اتعمل كرييتد امتى، واخر موديفيكيشن حصلت فيه، لو عايزه اسيب نوتس معينه اعرف بيها الشغل بتاعنا وصل لايه. ده كده كان فيديو النهارده. كنا حابين نتعرف على اليوزر انترفيس، ايه الادوات بتاعتي اللي هو بيوفرها لي عشان اقدر ابدا مرحله ان انا ابني الريبورت، او حتى لو هستخدم تمبلت جاهزه ابقى عارفه ازاي هتحرك في التقرير وايه الحاجات اللي استخدمها عشان اعدل فيه واجدد فيه اكتر.